السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم الصدوق. احنا جاي لنا صدوق النهارده 15 كيلو، وجاي لنا 15 كيلو مفروم، وجاي لنا 15 كيلو بانيه. تمام. فان شاء الله هنعمل لكم ايه الصدوق بينعمل بطريقتين، بس في حاجه اساسيه في الطريقتين ديت لا غنى عنها، اللي هو اننا نسقطه في ميه سخنه في السليقه اللي انا هنعملها دلوقتي مع حضراتكم. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم الصدوق. احنا جاي لنا صدوق النهارده 15 كيلو، وجاي لنا 15 كيلو مفروم، وجاي لنا 15 كيلو بانيه. تمام. فان شاء الله هنعمل لكم ايه الصدوق بينعمل بطريقتين، بس في حاجه اساسيه في الطريقتين ديت لا غنى عنها، اللي هو اننا نسقطه في ميه سخنه في السليقه اللي انا هنعملها دلوقتي مع حضراتكم. بس في طريقه منهم. الاول ان احنا نجيب بصل شرايح وفلفل شرايح، تمام، فلفل الوان سواء احمر واصفر واخضر، ومع البصل مع طماطم، وناخدها سواء في حله او في طاسه او على الجريل حسب الكميه اللي عندي يعني عامه. بس احنا طبعا عشان بنعمله كميات كبيره فاحنا بنضطر ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعملهم في حله. تمام. اللهم صل على محمد. طبعا بعد ما بتتبل كده وتاخد التوابل بتاعتها، فلفل اسمر وسنه بلح جوز الطيب، ولو في سنه كمون ولا حاجه، مع الملح بتاعتهم. بعد ما بتبقى 3/4 سوا كده بننزل عليها الصدوق. بس الصدوق الاول بنعمل فيه ايه؟ الحاجه الاساسيه بين الطريقتين. الاول الطريقه الثانيه ممكن ان انا بناخده نسلقه، تمام، في ميه سخنه بملح بورق لورا بجرفه بحبهان، يتسلق وبعد كده يطلع ينشف ويخش على الجريل الشوي. تمام. دي الطريقه ديت ما تنفعش فيها لا طماطم ولا فلفل ولا بصل. تمام. فهم النهارده عشان احنا رايحين نعمل وجبات ل 120 طفل يتيم وهنعمل لهم حفله وكده، فهم عايزين 250 سندوتش بانيه و250 صدوق و250 كفته. تمام. كل طفل منهم مثلا في حدود يعني سندوتشين او حاجه زي كده، طبعا بالمشرفين بتوعهم بالكلام ده كله يعني. فاللهم صل على محمد. الاول احنا هنبدا مع حضراتكم اهو. دي ايه الطريقه اللي هي ايه المشتركه بين الاثنين اللي احنا هنعملها دلوقتي ان شاء الله. اهو توكلنا على الله. ادي الميه بتاعتنا اهي. طبعا دي جرفه ودي ملح وده ورق لورا. تمام. وادي الصدوق بتاعنا اهو، صدوق بلدي اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو اللهم صل على النبي. الميه بتغلي وننزل فيه نديله صدمه. ليه بقى؟ عشان الماده الدهنيه اللي فيه تتصلب، تمام، والهنك بتاعه اللي هو متعبي فيه ده ما يفتحش مني، لان طبعا انا لو اخدته على النار مباشر على طول مع التجليب ممكن الهنك ده يتقطع ويطلع اللحمه المفرومه منه. انما كده لما انا بناخده صدمه كده خلاص انتهت، مش هتقطع ابدا. يطلع بعد ما يبرد، تمام، بتفك كل واحده لوحدتها وينزل على الجريل. وممكن الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها بدل الجريل، تمام، نعمل ايه؟ اللهم صل على محمد. ننزله مع فلفل مع طماطم مع بصل شرايح متبلين زي ما قلنا، كمون، فلفل اسمر، بلح جوز الطيب، والملح بتاعها. تمام. وننزل بيهم بالصدوق. دي مثلا لو اكله ليا للبيت انا واولادي. انما طبعا لو في اطفال هيتبهدلوا، طبعا السندوتشات دي هتبهدل هدومهم بسبب الفلفل والطماطم والبصل اللي عليهم. تمام. دي طريقه، ودي الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا لكم عليها. تمام. هنسلقوه كله مع بعض اهوت 15 كيلو. تمام. طبعا نطلع الريمه بتاعته نسلقه كويس، وبعد كده ايه نيجي واخدينه مطلعينه في المصفى يبرد ونسيبوه الصبح. طبعا لما يجوا الاعضاء هيشتغلوا بيه على الجريل، وهنكمل لكم ايه بقيه الفيديو طبعا ان شاء الله على الجريل. بس انا معاكم لما نطلع الريمه بتاعته ونظبطه لكم ونطلعه كمان ان شاء الله باذن الله. نغير طبعا من السريجه من الميه اهو كده، ننزل بيه على الجريل. لو ننزل بيه الفلفل في الخلطه اللي انا عاملها ما يزعلنيش. بصوا الهرد بتاعه مسك خلاص، الماده الدهنيه اتجمدت فيه ومسك استوى. تمام. طبعا هو لسه طبعا ما استواش جامد يعني، فانا لازم نديله غلوه صح عشان لما يبرد ويطلع على الجريل ايه ما يزعلناش لحاجه يعني، ما يفتحش مننا ما يبصش. انما طبعا انا لو خدته ني ونزلته في الحل او على الجريل هيفتح من بعضه، والهواء كده كله هيطرشق ويطلع المفروم منه ويبهدل الدنيا. طبعا النهارده ان شاء الله او بكره ان شاء الله الصبح انا هنسلقه ونطلعه يبرد، وبكره ان شاء الله الصبح هنزوره لكم احنا ايه على الجريل. لان طبعا
دي اطفال صغيره ما ينفعش ان نعمل لها خلطه مع الصدوق يغرب هدومهم ويبهدلهم، لان دي اطفال فطبعا ما ينفعش ان نعمل لهم كده، فهم عايزين حاجه ناشفه في السندوتشات ما تبهدلهمش. يعني الكفته نفس النظام برضه يطلع من الفرن عارفه في السندوتشات بالصدوق ان شاء الله. والبانيه ان شاء الله دلوقتي برضه هنجهزه لكم ونظبطوه معاكم ان شاء الله.